دكتور، انت مو قلت لي سوي الحشوه على جلستين حتى شويه تحرك العياده؟ عشان اذا اسويها على جلستين يخلصون الجلسه الاولى يروحون وما حد يجيني ولا حد يرجع، شنو السالفه؟ اكيد المشكله بيك. بالله يا نوع تي اف دا تستخدم؟ دا استخدم هاي قلت له لابو المكتب اريد فد شي قوي، طاني هاي الورديه دنت اي كاف هيك شي اسمها. شنو هو؟ طبعا اذا تحاط لهم تي اف اقوى من الامالجم. ابني انت ليش ما تريد تتعلم المصلحه؟ دا اقول لك حط تي اف عاديه توقع ورا 3 ايام، ورا 3 ايام راح يرجع لك غصبا ما عليه. هيك الحكي. ما تصير ابو مصلحه. يقول هيك من البدايه. ما ابو مصلحه ما ابو مصلحه. مرحبا، وياكم دكتور يوسف بحلقة جديدة من برنامج إراكي دنتال ماتيريال. حلقتنا اليوم راح نحكي على الحشوات المؤقتة التي اف التمبراري فيلينج. ليش بدنا نستخدم حشوة مؤقتة إذا احنا عندنا حشوة دائمية؟ طبعا سبب استخدام الحشوة المؤقتة اكو نوعين، اكو اسباب علمية اكو اسباب عملية. من نجي للاسباب العلمية، عندنا حالات مثلا حالات حشوات الجذور انه ما قدرنا نحصل دراي كانال، راح نضطر انه ننهي الجلسة بتي اف. عندنا مثلا اذا ما قدرنا نسيطر عن الحالة وحبينا نرفرها دكتور خبرته اكثر، فراح ننهي الجلسة بتي اف. اذا عندنا مثلا ميديكيشن حطينا للسن، سواء انترا كانال ميديكيشن او دايكل او ثيريكال او اي شيء من هاي الميديكيشن اللي ننتظر مفعوله يلا نجي نكمل البروسيجر، راح نحط تي اف. هاي حالات علمية نحتاج بها التي اف. اكو حالات عملية، الحالات العملية هي الحالات اللي تناسب مكان شغلك. أنا شغلي من أستقبل مراجعين هواية، ما راح أقدر أخلص الإندو بجلسة واحدة، أو أكو بروسيجرات تطول ما راح أقدر أحفظها بجلسة واحدة، فراح أخلي تي اف لأن هذا يتناسب ويا طبيعة عملي. فنفرق اكو شغلات علمية واكو شغلات عملية. نجي هسه نحكي على الأنواع الموجودة مال تي اف. نبدي بأول نوع اللي هو نوع الريدي ميد. الريدي ميد تي اف فكرته انه راح يكون هو جاهز، احنا مجرد ناخذ تي اف مناسبة ونحطها بالكافيتي، ما راح نتعب، كلش سهل، سعره رخيص، موجود يعني بكثرة يعني شائع. بديس ادفانتجين، الديس ادفانتج الاول او مو ديس ادفانتج، الفكرة من عنده انه اول شيء نقدر نحطه بس للنون فايتال تيث، ما نقدر نحطه للفايتال تيث. ليش؟ لان الريدي ميد تي اف بي مادة اسمها كالسيوم سلفيت. هاي مادة الكالسيوم سلفيت هي راح تمتص المي وراح تصير بيها اكسبانشن، راح تكبر وهيك راح يعطينا سيل وراح يصير ست. بس هاي المشكلة ممكن تأثر على الفيتاليتي مال السن، فراح نستخدمها بس للنون فايتال تيث. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية إنه يحتاج لنا مينيمم دبث للكافيتي، راح يكون من 3 إلى 5 ملم، هاي المينيمم. أقل من هذا الشيء ما راح نضمن إنه التي اف راح تبقى موجودة. إذا ردنا نستخدم تي اف للفايتال تيث راح ننتقل للنوع الثاني اللي هو النوع الخبط، الميكسينج تايب. فكرة الميكسينج تايب انه راح عندنا باودر وعندنا ليكويد، من راح نخبطه السيتنج راح يكون كيميكال، فهنا ما راح يصير اكسبانشن ولا راح يصير ابزوربشن للووتر. ليش؟ لان ماكو مادة الكالسيوم سلفيت، فهاي راح تكون سيف للفايتال تيث. بس هاي النوع دائما يكون موجود بمادة الايوجينول. مادة الايوجينول هاي راح تأثر سلبا على الدنتينال تيوبيولز، فاحنا اذا كنا مقررين انه الفاينل فيلينج راح تكون كومبوزيت، هاي التي اف راح تكون كونترانديكيتد، لان مادة اليوجينول حتأثر على الدنتينال تيوبيولز، راح يأثر على البوندينج اللي راح ترتبط بالدنتينال تيوبيولز، فهاي راح تكون كونترانديكيتد. بس اذا احنا كنا مقررين انه الفاينل فيلينج يكون امالجم، اتوكل. هاي شغله زين. في حال انا اريد استخدم كومبوزيت وردت تي اف وما ياثر على الفيتاليتي، زين ايش راح استخدم؟ راح استخدم ماده الجي اي سي. راح استخدم الجي اي سي كتمبراري فيلينج. الجي اي سي ما راح تاثر على الدنتينال تيوبيولز وراح تعطينا سيل كلش قوي. زين، هذا النوع الميكسينج راح يحتاج، او حتى الجي اي سي راح يحتاج لنا من 3 الى 5 ملم كمينيمم دبث للكافيتي حتى نضمن انه يصير ست. تمام. زين، اذا كانت عندنا الكافيتي شالور، اذا كانت عندنا الكافيتي من 1 الى 2 ملم، شلون راح نضمن انه اللي راح يصير ست وراح يصير سيل لهذا المكان؟ اكو نوع ثالث اللي هي اللايت كيور تمبراري فيلينج. اكو تي اف لايت كيور،
هاي راح نستخدمها بس بحالات قليلة من راح تكون عندنا الكافيتي شالو كلش من 1 إلى 2 ملي. زين، هسه نريد نعرف ايش قد عمر التي اف. هي تمبرري بس عمرها ايش قد؟ التي اف عمرها اسبوعين فقط. فوق الاسبوعين يا اما راح توقع، وحتى اذا ما وقعت ما راح تسوي لنا سيل قوي، راح يعني يضعف السيل مالتها، فراح يصير اكو ليكج، وبالتالي احنا ما راح نقدر نسميها فيلينج، يعني ما راح نقدر نعتمد عليها فوق الاسبوعين لان فقدت خواصها، فعمرها فقط اسبوعين. زين، هسه عندنا استفسارات اللي هي هل انه احنا لازم نسوي كارفينج للتي اف لو لا؟ شو الاشياء اللي ناخذ احتياطاتنا بيها من التي اف؟ الفكره هي مو انه نسوي كارفينج كلش قوي، بس لازم نتاكد من كم شغله. الشغله الاولى لازم نتاكد انه التي اف مو هاي سبوت، ما بيها هاي سبوت. الفكره من هذا ليش؟ من حيصير التي اف بيها هاي سبوت راح تتسلط قوه مال اوكلوجن اكثر على السن اللي بي تي اف، وبالتالي راح تجيها قوه عاليه التي اف وهي خواصها مو قويه مثل الفاينل فيلينج، فممكن توقع، ممكن تنكسر، وراح تفقد السيل مالتها، فهالشيء كونترا انديكيتد. فاهم شيء نضمن انه ماكو هاي سبوت. الشغله الثانيه الاوفر هانج. من احنا صارت عندنا اوفر هانج راح يصير بيها مكان مال اكيوميوليشن مال فود، فبالتالي راح يصير عندنا جنجيفايتس. هاي حالات الاندو ممكن احنا مخلصين اوبتشريشن، بدنا نريد نجي نشيك السن حتى نحط الفاينل فيلينج نشوفها تندر تو بيركشن. هاي المشكله ممكن انه احنا مو معناتها انه الاندو مالتنا مو زين، احتمال اكو اوفر هانج هو اللي خلى السن يكون تندر تو بيركشن. فهاي همينه لازم يعني ناخذها بعين الاعتبار، انه لازم مو اوفر هانج، لان حسينا جنجيفايتس وبحالات معينه بالاندو، مو دائما بس بحالات معينه راح يصير تندر تو بيركشن، وممكن هذا راح يعطينا فولس يعني بوزيتيف فولس دايجنوزز يعني. زين، هسه خلصنا هاي الشغلات. شو الانستركشن اللي نعطيه اياه للبيشنت ورا ما حطينا له التي اف؟ نقولها طبعا يوم كامل ما راح تاكل عليها، لان هذا اليوم كامل هي راح يصير بها ست، وراها ممكن ياكل عليها اذا كنا ضامنين السيل مالتها. زين، خلصنا حلقتنا اليوم. اذا عجبتكم حلقه اليوم سووا لايك، واذا ما عجبتكم مو مشكله هم سووا لايك وسووا سبسكرايب وفعل الجرس حتى تجيك الحلقه اول باول. كان وياكم دكتور يوسف فؤاد من برنامج إراكي دنتال ماتيريال. شكرا.